التحدي الأكبر في ألمانيا، ناس كتير بتحكي عن المميزات وناس كتير جدًا بتقول مميزات ألمانيا، بس قليل اللي بيقول لك الحقيقة، ألمانيا لا جنة ولا نار، ألمانيا حياة جديدة بالكامل لازم تبنيها من أول وجديد، مش موضوع بقى سفر وإن أنت تسيب كل اللي اتعودت عليه وتبدأ من نقطة الصفر، هنا كل حاجة بتبقى بحساب، لغة، شغل، ناس، نظام، حتى تفاصيل يومك الصغيرة، حاجات أنت مش متعود عليها. أول شيء معانا اللغة، اللغة هي أول باب وأصعب باب أنت بتقابله هنا في ألمانيا، أول ما تيجي بتحس إنك تايه حرفيًا، كل كلمة محتاجة تفكير، وكل مكالمة تليفون بتعمل حسابها قبل ما ترد، بس أول ما لغتك تتحسن حتى شوية صغيرين هتعرف إن اللغة كانت أكبر حاجز بينك وبين حياتك الطبيعية، علشان كده باقول اهتموا باللغة جدًا يا شباب قبل ما تيجوا، واتقن لغتك قبل ما تيجي. الورق والروتين اليومي، ألمانيا هنا بتحب النظام لدرجة ساعات بتحس إنك جوه دايرة ورق ما بتخلصش، الأنميلدونج والضرايب والتأمين والخطابات، كل خطوة وراها خطوة بعدها، وكل ورقة بتجيب ورقة كتيرة وكبيرة بعدها. مع الوقت هتتعلم، بس البداية مش سهلة خالص، ولازم تعمل حسابك على ده، ولازم تعرف قانون البلد اللي انت جاي عليه. تالت حاجة اختلاف التفكير وطريقة الناس نفسها، الناس هنا واضحة وصريحة وبتحب المسافات، مش دايما هتحس بالترحاب عادي، بس بعد وقت هتفهم ان كل واحد ليه حدوده الخاصة بيه، وطبيعي جدا ان انت تروح تطلب من حد حاجة ويقول لك لا ما عنديش وقت، ديت مش قلة ذوق. هتتعلم قد ايه الخصوصية حاجة عظيمة، وبالذات في الشغل والمسؤولية هنا، الشغل هنا مش بس مجهود جسدي، ضغط نفسي وتركيز والتزام في كل لحظة، وبتبقى طبعا اللغة عاتق مسؤولية كبير جدا، بس في المقابل مقابل الضغط ده بتتاخد قصاده قيمتك مهنيا ونفسيا وماديا وادميا، وبتحس ان شغلك هنا فعلا له معنى. طبيعي ان انت تواجه تحديات كتير، واهم تحدي هو الغربة، مهما كنت قوي هيجي يوم وتسأل نفسك انا مستحمل كل ده ليه؟ هتشتاق لبيتك، لأهلك، لأكلك، لريحة بلدك، لإخواتك، لأصحابك، لخروجاتك، بس الغربة بتعلم وبتقوي وبتفتح جواك حاجات ما كنتش تعرفها، وبتخلي تفكيرك ينضج مليون في المية. الأولاد هنا والمدارس لو معاك أطفال تحدي كبير جدا، تحدي في تربية ولغة وأصحاب جداد ونظام مختلف، ثقافة جديدة، دين بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا، بعد كده هم بيسبقونا أصلا في الاندماج ده وإحنا لسه بنحاول. أكبر تحدي فعلا هنا إنك تربي ولادك هنا من غير ما يفقدوا دينهم ولا قيمهم ولا عاداتهم وتقاليدهم. ناس كتير للأسف خسرت أولادها ودينها هنا في ألمانيا. الأكل الحلال والعادات والتقاليد هتجرب كتير وهترفض كتير لحد ما تلاقي اللي يناسبك ويناسب جسمك وطبعك وطبيعة أكلك وشربك. الموضوع بياخد وقت وده طبيعي جدا جدا جدا. الصلاة والصيام والحجاب بالنسبة للمسلمين طبعا واحدة من أصعب التحديات، مواعيد متغيرة، شغل، مساجد قليلة في بعض الأماكن مش موجودة، وإنك تتمسك بدينك وسط مجتمع مش دايما فاهم ده. الناس هنا معظمهم بلا دين، ولكن طالما دي حريتك الشخصية وإنت قلت ده من أول يوم، سواء في الشغل سواء لزمايلك لأصحابك، بيحترموا ده جدا. والبنت المحجبة هنا ساعات بتحس إنها دايما تحت الميكروسكوب. الخلاصة، ألمانيا مش سهلة، عمرها ما هتقف قدام حد عايز يبني نفسه نهائي. التحدي الحقيقي هنا في ألمانيا إنك تفضل ثابت حتى لو اليوم كان تقيل عليك، لأن إنك تقف هنا ده تحدي كبير جدا، ومكافأة لده إنك بعد سنة تبص لنفسك وتقول أنا اتغيرت للأحسن، أنا بحقق حلمي وببني مستقبلي خطوة ورا خطوة. وده بيكون في نظر نفسك أنت حد عظيم جدا، وبتبني حلمك وبتبني مستقبلك وبتغير في نفسك فعلا. اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة صعبة قابلتك اول ما جيت، ولو لسه جاي ايه مخاوفك اللي جواك من ان انت جاي بلد زي المانيا، وهجاوبك ازاي تتغلب عليها باذن الله. ما تنساش تعمل فولو وشير، وما تنساش تحفظ الفيديو ده علشان ترجع له وقت ما تيجي المانيا ان شاء الله. بالتوفيق لكم جميعا يا شباب ان شاء الله.